كل دقيقة في شخص كفيف بيواجه تحدي جديد، تحدي الحركة بحرية، مواجهة الطرق، أو حتى يوصل لأماكن بأمان. تخيلوا إن أكتر من 39 مليون شخص كفيف في العالم يحلموا بحياة طبيعية، لكن أكتر من 40% منهم بيعانوا كل يوم بسبب مشكلة التنقل والخوف من إن هم يتعرضوا لحوادث، ومن حقهم إن يكون عندهم أدوات نقل خاصة آمنة ليهم. أنا قررنا نتحرك فريق فريدم سكوتر من أكاديمية تكريك. أنا محمد عباس. أنا أنس أحمد. أنا عبد العزيز أحمد. فكرتنا إننا نقدم حل ذكي وآمن يكون أكتر من مجرد وسيلة نقل، يكون رفيق للمكفوفين، يساعدهم يتحركوا بحرية وثقة، يوصلوا لأي مكان من غير أي خوف. ازيكم؟ انا محمد، جاي اشرح لكم النهارده على الهاردوير اللي استخدمناه في السكوتر. استخدمنا الالتراسونيك سنسور والاي ار. هنقول اولا هما لازمتهم ايه. الالتراسونيك سنسور بيشوف لو قدامه حاجه يعني فبيقف، فالاي ار بيشوف هل هي على يمينه او على شماله. لو هي على يمينه فبيشوفها هل هي برضو على شماله، لو مش على شماله فبيمشي شمال. وبرضو نفس كده في الناحية اليمين، انما لو الحاجة دي موجودة في الشمال واليمين فبيقف عشان نتفادى العوائق. قبل كده احنا كنا مستخدمين العجل الدي سي الاصفر، بس هو كان الروبوت تقيل على العجل، فاستخدمنا العجل ده لانه اقوى في الحجم وفي الوزن. وكمان استخدمنا الموتور درايفر عشان يحرك لنا المواتير بتاعة السكوتر. واستخدمنا برضو سنسور للمطر، واستخدمنا برضو السنسور ده بيحس بالمطر. لما بيكون في مطر او حاجه فهو بيحس بيها، فهيكون في شمسيه في المستقبل نبقى نحطها. احنا هخلينه لما يحس بالمطر بينبه الراكب بيه لما البزر يشتغل. وعشان نتحكم في ده كله احنا استخدمنا الاردوينو. وبس كده، وده حاليا النسخه الاولى من السكوتر. أنا عبد العزيز من فريق فريدم سكوتر. أول ما بندخل بنلاقي 3 ايكون. أول حاجة about us. أول ما بندخل بنلاقي شوية معلومات عن المشروع بتاعنا والهدف منه، ودي علامة الهوم بنضغط عليها يرجعنا للصفحة الرئيسية. وتاني حاجة هي سبورت، نضغط عليها وبيقول لي أول حاجة enter your name وenter your email وenter your problem. أول حاجة بيقول لي اسم بتاعك، وبعد كده هنخزنه في variable، وenter your problem وهنخزنه في variable، وهنضغط وبعد ضغطين send، وبعد كده هيقول لي thank you، وبعد كده هنضغط على الهوم تاني. هندخل على الابليكيشن. اول ما بندخل بنلاقي ساين اب وساين ان. ندخل على ساين اب يقول لي النيم، وبعد كده بنخزن في الفاريبل، وبعد كده ليست، وبعد كده بيقول لي انتر يور باسورد، وبعد كده بخزنها في الفاريبل، وبعد كده اد ليست، بعد كده المهم اللي هي تكون اكتر من 4 خانات، وكمان شباك او علامة الاند. وهنضغط لما نخلص هنضغط على ساين اب، هنضغط على ابلكيشن تاني وندخل على ساين ان تاني. كده هيقول نيم، بعد كده الباسورد، بعد كده هنضغط على ساين ان. بيقول اول ما بندخل بيبقى فيه 3 حاجات، مانيوال وفويس واوتوماتيك، عشان السكوتر يتحرك. اول ما بنضغط على اوتوماتيك بيبقى فيه 4 موتور و2 اي ار والتراسونيك سنسور. شاف حاجة على مسافة اكبر من 50 اي ار رايت 1 والاي ار ليفت 1 فورورد، واقل من 50 اي ار رايت بيساوي 0، الاي ار ليفت بيساوي 0، الاي ار والرايت بيساوي 1، الاي ار والليفت بيساوي 0، ويبقى تيرن رايت. لو الاي ار ليفت يبقى 0، الاي ار ليفت هيبقى 1، كده هيبقى تيرن ليفت. استخدمنا ماي بلوك عشان يسهل علينا الكود. فورورد، الموتورين اليمين فورورد والموتورين الشمال فورورد.
ستوب الموتورين الأربع مواتير فري. والتيرن ليفت الموتورين اليمين فورورد والموتورين الشمال ريفيرس. تيرن رايت والموتورين اليمين ريفيرس والموتورين الشمال فورورد وباكورد. الموتورين اليمين ريفيرس والموتورين الشمال ريفيرس. هندخل دلوقتي على مانيوال. عندنا 4 أسهم نقدر نتحكم بيهم في السكوتر. قدام فورورد يعني قدام، ويمين يعني اللي اقدر اتحرك يمين، وتحت اللي اقدر اتحرك ورا، والشمال اللي اقدر اتحرك شمال. اول ما بضغط على اب بيبعت لي مسج، ولما بفتح المسج بيقول لي اتحرك فورورد. اول ما ندخل على الفويس هيظهر معانا speech recognition على الكلمات فورورد باكورد ورايت وليفت وستوب. لما يسمع فورورد هيتحرك فورورد، لما يسمع باكورد هيرجع باكورد، ولما يسمع رايت ترن رايت، ولما ليفت ترن ليفت، وستوب هيبقى ستوب. دي فكرة مشروع من النهاردة. شكرا ليك. ازيكم؟ دلوقتي هنجرب مع بعض السكوتر. اول حاجة هنعملها هنشغل السويتش بتاع السكوتر. اول حاجة هنضغط على خيار المانوال. هبدأ دلوقتي احرك لكم الروبوت. لا المرة دي بقى هنختار فويس. فورورد. تخيلوا شخص كفيف لأول مرة يقدر يتحرك بحرية ويروح شغل ويقابل أصحابه، وكل ده من غير ما يحتاج مساعدة من حد. أكثر من 70% من المكفوفين بسبب صعوبة التنقل في عالم العزلة الاجتماعية. مشروعنا هدفه إنه يقلل العزلة ويوفر لهم حياة مليانة ثقة واستقلالية. ساعدونا إن احنا نحول حلم المكفوفين لحقيقة، نخلق مستقبل أكتر أمان وإنسانية لكل شخص كفيف. شكرا لكم.